أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة أخرى، وهذه المرة البارت الثالث. متواصلين ويانا ضيوفنا إن شاء الله منورين اليوم. نورتونا، نور عيونك أستاذ. بصراحة ضحكتوني. باسم، أريد أقوى نكتة وين ما تروح، يعني صارت هوية باسم بغدادي. أنت كل شغلك يخبر، بس احنا عندنا هوية. هسه أستاذ حافظ من قلد لنا المرحوم الأستاذ رضا الشاطي، معروف هويته، بس مو لاغية فن حافظ العيبي. هرم وعلم واستاذ. هويتك بالشارع شنو؟ ما لا هن هواي نكات يطلبون من عندي اكثر شيء. هسه احنا هواي يطلبون يعني الاكثريه. لا هو هم هواي اكثر شيء. باسم اعطيني مال ساعه شو اسمه، مال الساعه. ايه؟ لا هم طلبوها هواي. بس يطلبون هاي. اكو فد واحد راح للدكتور، زين، الدكتور قال له شبيه؟ قال له اكلت قليلا من لحم الجوازل فطسأت طسأة حتى أصابني ألما ما بين الوابلة إلى داية العنق، فما زال يربو وينمو حتى خالط الخلب بالشرافيس، فهل عندك دواء لي؟ شنو؟ قال له شنو بابا؟ قال له دقيقة تمارة يلا فهمي. قال له شنو بابا؟ شرافيس. قال له أكلت قليل من لحم الجوازل فطسأت طسأة حتى أصابني ألما ما بين الوابلة إلى داية العنق، فما زال يربو وينمو حتى خالط الخلب بالشرافيس، فهل عندك دواء لي؟ قال له خذ شفلعا وشفلقا واخلطه بالماء واشربه. قال له لم أفهم شيء من الوصفة. قال له عاد أنا فهمت شيء من مرضك. لا هذا هم مناسبة ما افتهمت شيء. قاعد عبود ومزير يباعون على التلفزيون، فطلع واحد هيك مؤتمر صحفي كبير، فقال وسوف ناخذ فترة وجيزة، وانتهى التفاصيل. مزير قال له عبود سوى شنو وجيزة؟ لا وجيزة بعد قال له ابويا علي من تدري عنك؟ قال له ابويا انت ما سمعت مطي؟ ما سمعت المسؤول ايش قال؟ قال له شنو يعني وجيزة؟ قال له ها؟ قال له الوجيزة شنو؟ قال له ابويا الوجيزة انا اقول لك شنو؟ انت ما عندك شغل، انت قاعد يمي. قال له لا الوجيزة شنو؟ قال له ابويا شايف النوم بصره واربع حيلات؟ قال له ايه؟ قال له تطحنن؟ قال له هو هاي الوجيزه. انا مفتح مش قايل انت تقول لي وجيزه ما وجيزه. قال له هو سلو قال له شنو رايك بالبيتزا؟ يا هو واحد اكو فد واحد اثنين ثلاثه، 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 ونرجع الواحد واكو فد واحد اثنين ثلاثه، اكو فد واحد. قال له شنو رايك بالبيتزا؟ قبل لا تروح قلت لي رايدر رقم الخلفه تطبق القميص مال الاستاذ. احسنت هو ولا باخ هذا القميص غير جابوه لي. يا جاب لك تماره هو يشتري من البالا جاب هذا. لا انا اعرف السيارات يخلوني السبير وين؟ بالصندوق. انت شو لابس السبير هناك؟ لا هذا لعلمك هذا ضد الرصاص. قريته من واحد مكتوب. يا اخوي قال له شنو رايك بالبيتزا؟ قال له البيتزا حقيقه يعني هو اكله، يعني اذا صح التعبير نستطيع ان نقول عنها هي خبز عروق بس مكيجينها. لا هذا ستار جطافي. اجى قال لي مرتقيش؟ قالت له ها. قالت عندك تمن؟ قالت له ايه. زين عندك شكر؟ قالت لي ايه. عندك فلفل؟ قالت ما تسوين بيتزا؟ شعري تمن بيتزا من دق عليه الباب، طلع عليه قال شو تريد؟ قال انا ابو الزباله، عندكم الزباله؟ قال فد دقيقه. راح قال مدام عندنا زباله؟ قالت له عندنا زباله. راح عليه قال حبيبي شكرا مكتفين عندنا زباله. هذا سكران. حمى والجماعه حمى جايب يرجع. خليه يغنيها دعدي. غنيها يا النغم هو يوم واحد سكران. الله واحد جاي يمشي مشى ما صفق. مشى جاي يمشي
لقى فتيل واحد اثنين ثلاثة. ايه اجا يمشي قبل عليه طب ربد التيل ربد التيل ربده طاوح هيك شاف اكو دم بالقصه مال ابويا بالقصه طلع وصله شد التيل وعاف واحد مسؤول خابص الدنيا ويوميا يطلع مؤتمرات وقاطع الشارع وحماياته، ليش ما زوجته نزمت وجه السائق مالته؟ اجوا المنطقه قالوا له ما تستحي مو عيب عليك؟ مرتك نزمت وجه السائق مالته، قالوا خليه يولونا اعرف اسوق انا. لا هذا ستار يشتغل بشو اسمه بهاي مال التشريفات، فطافي وبعده براسه وجا الصبح تكب سلاح سيدي. جاء هذا قال له ستار راح يجي السيد الوزير اريدك ترمي 21 طلقه. قال سيدي واذا ما تبور طلقه كمل باقي. عن الرمي يا ابو جواد، عن الرمي. ايه هاي عندي صديقي تزوج له وحده منين؟ الله يرحمه جد كان كل ما يصير عصب وقع له رمي. ما له شيء تزوج له وحده الف رحمه على روحه من القريه، زين. فظلت يعني جابت من عنده 4 اطفال ايه وما راح لاهله. قالت له ليش ما بعدين قال لي شو قالت له ولا يوم انت ماخذ صار 4 اطفال وما راح. قال لها ليش ما مشرشبين؟ يعني اهلك 24 ساعه يرمون، يبدلون قاش من برده يرمون، يبدلون كيلون مال باب يرمون، تريد ناخذ انا هناك اقضي الواجبات. قالت له عيد وهذا تاخذنا. قالت له امشي. قال له وذا المشاكل ترى انت المسؤوله. قالت له ودعتك انا المسؤوله. هو مونيكا زين اصحاب نظارات اوقاته اموره توب شغل وراح ذب الجهال الاول ما طبق بالباب مالهم مال المضيف، هم ذب الجهال ومرته هناك ذباهم وجه طبق باب المضيف تو طب للحوش، هم صاحوا حميد انضرب كل واحد بالثلاثه كل واحد طلع لك بندقيته وركض طلع البي 5 البي كيسيات. ظل هو بس واحد بس طلع النسوان هلهن يومك الطو مال ابو حميد ببغداد. قال عدال ابو حميد كرك عدال توفيه وبكيسي ام الشريط، هو حياته ما رامي طلقه مسالم حطه هنا. وين يروح؟ طلع المزرعه فارغه، وين يروح؟ لا اكو مثل اجذام ويركض ورا ولا الاثر. طلع وين يروح؟ اجى نزل له ابو دراجه ثاريون متابعهم. نزل قال له اخوي العركه، قال له بعد قال له اصعد ومدوبه وبنص العدو. قال لهم هذا ابو حميد جايب القاتل الماجور وبنك راكب. الحوال مطلوب ابو حميد. ذكرتني بالبي كيسي من كانوا الامريكان هنا، من كانوا ولدنا يحاربوهم. عندنا واحد ابو نور يشتغل ينظف المنهولات المجاري. فالدنيا عالقه يضربون بالامريكان وهذا بي كيسيات وقاذفات وهو ينظف. قالوا عمد تصدق تكذب؟ عمد قوم لا تجيك طلقه، قوم هسه وقتها. لف السيامه مالته حاطني هنا ومره صاحب قال لا جاي بعد امك عندك اياهم الامريكان ذولا. اجى قال شكو يمه ضميني نار اعمل والدتك قالت تنقبر عبار شايل خادمه تعرف. ما قمت تستيسر. لا ما قمت. تعودتي بعد. لا ريتها تغني. لا هذا موقف يعني تريد عندها سالفه موقف بس لا مالتي. لا مالتي. هذا موقف يعني صدق. عندي بنيه صديقتي فهم تسوق، تعرف الفتره هاي الولد هواي يضايقونه بالسيارات السياقه. ولد صغير اي والله كلش يضايقونه. كان لابس قصير يعني عم تضايقين الواد اتفاقين العالم. ايه فدا تمشي هي وكو ولد يعني صغير ما اعرف حتى شلون منطي السياره دا يمشي بصفها. فبالازدحام واقفه كان ايش قال لها الولد؟ قال لها قولي لي بلا زحمه حواجبك الثخن هاي شنو هاي؟ قالت له انطيك من شويه تعلق نسوي شوارب عليك تصير رجال. موقف كذا بمسرحيه جذور الطيب. ايه فبجذور الطيب ابو كرار كان وياي، فكانت هوسه علينا كنت العالم ازدحام وشنو هاي. كنت انا بداياتي بعد ما معروف هالقد. فطبيت للاداره تحياتنا الفنانه الكبيره سليمه خضير، امل خضير قاعده. فطبيت لقيتها امل خضير قاعده وسليمه وقاعدات 2 بنات كلش حلوات. فاول ما طبيت قالت هذا اللي يطلع انا كيفت نفقت روحي جاتي. فجت على امل قلت لها اموله تذكرين من رحنا لندن وطلعنا من هناك. اي والله تحياتنا لهم. وطلعنا من هناك من لندن رحنا لفرنسا وهاي.
قال لي والريبان، قال لك ايش قد شايف دول، ايش قد كذا هاي. برا شوي طب عليه وانت وفريق هيك وهاي. برا شوي طب عليه ابو عبد الله الحارس، قال عيني استاذ رضا اكو ولد جاي علي. قلت له امشي بابا، مو يجي تدخلوا علينا، امشي روح. راح غير يروح. برا شويه انا جاي اسولف شنو افوق روح، كان يجي عليه قال عيني استاذ رضا هذا الولد يقول اسمه حسن، كنت مسجون وياه بسجين جلوله. كنت بالجيش. طبعا وجه تحيه لفنانتنا القديره سليمه خضير، امل خضير وان شاء الله بالشفاء يا رب. فيصل حمادي تحياتنا الى المطرب. حياتنا. يقول بالثمانينات بالحرب، يقول نازل مجاز سجلت اغنيه، بس الاغنيه باسبوع يلا كملتها، لازم باكر التحق انا مكمل شنو بس موسيقى. زين. مكمل توزيع موسيقي هو حسن بريسم. يقول انا لازم باكر التحق. يقول بالليل جاي اتمشى بالبيت ضايج، اروح واجي ما مدخل صوتي. اما قالت له ما تقول ايش مالك تروح وتجي، ترى شلشتنا شدش، ايش بيك؟ قال ايش بيه يا معوده؟ كملت الموسيقى ولازم ادخل صوتي. قال ما تدخل صوتك يا الكاثك. قال مباشر التحق، شو وقت الحق؟ قالت له صدق كذب جاي الخوه والصعبه البنت الراد، مو صاحبك حسن بريسم خليه يطبب صوته بمكانه. لا يوم من الايام يوم من الايام عبود زياره صدره شوي ظل يقح قوي. والله عبالي صدر القناه. راح الدكتور قال له تفضل حجي. قال له والله صدري خبط ومتت بعد ما اقدر. قال له حجي كتب له ورقه، قال له تروح هناك ذاك الباب الصغير تفوت به اشعه. قال لي بعد عمك راح مشى لقى باب صغير فات به. هو شنو المصعد ما يدري، لقى كله مرايات. نزع قال نزع دشداشته ظل كل شيء ماكو. نزع وظل واقف قدام المرايه. نزل المصعد، انفتح المصعد، بنات اثنين واقفات، فتح المصعد لقى لنا كل شيء ماكو. يا باي طلعت النتيجه مال الاشاعه. اي اخوي اي سعودي. فالواحد خطيه فقر، وين ما يذبها ما تمشي وياه. سوده مصخمه وين ما ذبها، سوده مصخمه وين ما ذبها، سوده مصخمه وين ما ذبها. اي اخوي ابن اخوه حبيني قال لا حلو. اعزائي المشاهدين حبيني الا وهو يعني طرن متروس الوزن. طبيعي شنو هاي طرن؟ الحلقه كلها سبتات قضيناها. سيد الله يبارك عليه. لحظه سيد الله يبارك عليه. سيد الله يبارك عليه. الباوع الحبيني يعني متروس شد قاعد من حشاك من حشاك وغداك عليه. اي اخوي قال له ايش ما نفتح لنا محل مال حبيني. بالله هذا بالجزره، نجيب لنا كاونتر ونجيب لنا نص شيل مانا ونبيع تكه كباب. قلنا المنطقه تعبانه كشمش. المهم جابوا لهم خطيه يبيعوا لهم يوم كيلو ونص كيلو. الوادم يجيب تشوي يمهم طماطيات ما ادري شنو. ذاك يوم جاهم واحد نظيف كلش. السلام عليكم السلام. قال له حط لي نفر كباب. زين ما صدقوا. قال له حط له طرشي. نفر كباب. قال له حط له سلطه. لا خليك شربكم. حط له سلطه. لا بجبنا لا دعت امك شي يبيعون يوم ايش قد؟ كيلو ونص كيلو. اليوم رحنا بالرقه قلنا لي يا اخوي جاب له طماطم. جاب له طماطم وسلطه من بطل مي شرب. قال له شيل شحم. قال له شيل شحم شيلها. ولا قال له خلاص شرد. قال له ما لحقته. قال له شو لحق؟ قال له هذا كل النشويات كلها والفيتامين تريد نلحق ساعده وين ما يلحق. قال له عوف الله يلعوض. ورا يومين هم جاء واحد نظيف. قال له نفر كباب. ما مصدقين منطقه فقيره يبيعوا لهم شيش لو شيش. قال له نفر هم اكل النفر شرب ما يحط ولا زلط بس عينهم علي. قال له اخويا شيش شحم. قال له شيش شحم حميه طوق المنطقه. حافظ مرة من قرابتنا راحت الواحد ايضا من اقربائنا عنده بيت الله موفقه، وهذه بيت مسوي زين يعني مرمر. وهذه هي خطيه جابت له هديه، مره عجوز من الاوليات زين جابت له هديه بطل اوغاريد. العالم جابت له شو اسمه هذا بطل اوغاريد. مهل يما الله يعطيك كثر خيرك اللي سعودك ان شاء الله بيتك هذا 100 متر يصير 1000 متر. هو شكرا خاله شكرا عمه. يما خير وبركه. شوف الضوء في المرمر. شوف الزحلقه الحجيه تفنجحت. طلع البطل روحت علي ما تقدر. قالت له تف عليك وعلى بيدكم. تجيبون وتحطون بالجديد. هذا موقف حقيقي والله استاذ حافظ بالله العظيم. عندنا تحياتنا وياي زميلي مشرف اسمه صلاح خطفوه. ف ما فتحوه يعني ما الا ب 25 شده
ما فتحوش يعني ما فكوه. لازم صديقك كيلو. اي فكوه ب 25 شده. 25 شده رحنا احنا نسمع بروح ابوك بروح ابوك بروح ابوك صاحبنا كيلو لنا. فرحنا وين؟ رحنا فرحانين. ايه رحنا فرحانين بروح طارش اسمه. ورحنا فرحانين وكله كانوا فرحانين. زين فاجت خالته واحد ضاجر في الشوفه انا على ابوك ولا ابوك عمي. رحنا فرحانين الولد خطيه عزيز على هلا وهذا فرحانين والناس الناس كلها هذا جايب له طلي هذا جايب له خطيه. اجت خالته لا شكليتات بربع ذبت عليه. راحت اختها قالت له صديق كذب صلوحي شعرت قلبه مخطوف و25 شده يلا بس وانت شكليتات بربع. قالت له بيني وبينك وروح ابوك الخطوه الاخرى جيب له طلي. مناسبة الطلي. الطلي لا شو تقول مناسبه الطلي؟ لا لا حشاك لا انت تاج انت تاج. فاليوم من الايام بيتي بحديقه بيت القديم. هذا بيتي هذا جدي ما بيه حديقه. الله يخليه شاء الله يعمره ان شاء الله وكرار. فبي حديقه انا قلت يعني طبعا يجون اصدقاء جاني ماجد ياسين وجاني صاحب بزون تحياتنا لهم جايبين الله قاسمه. فوعيت الصبح الساعه 8 الصبح الباب انفتح البيت انترس طليان. قلت هذا صاحبي نعمه من الله. انا ربعي يا جماعه متفقين. قلت مدير الجوع. قلت انا ربعي ذولا اتفقوا 5 6 كل واحد جاب له طلي. وعيت من الشباك لقى البيت انترس طليان. قلت للمرة قلت لها خير وبركه جو الجماعه اليوم جابوا لنا عيب شوي بس. هذا صديقي عقيد فلان لواء فلان بس البيت انترس طليان خليني اشوفه. واحد لقى صاحبنا ابو الطليان حاط رجل على رجل ايدك بالناس وقاعد لا ويده جقاره ويباوعني. قلت له ساعدك. قال هلا بعد خالك. قلت له حجي شنو؟ قال والله شوي عنات وايد الحديقه انا من دوري ما وعد. قلت له خليه شبعان. صحت للمرأة مكرر سوي لهن شايات. لا نايب ضابط 30 سنه وين يداوم بالاليات زين مال الجيش. طلع تقاعد ولده قال له ليش تشتغل؟ قال ما انا غير بالاليات فتحوا لي محل مال كماليات مال سيارات وانا كل شيء اعرف. خطيب ما يدري فايت القطار السيارات جايه الدولفين الدولفين والشبح وذن السيارات الحديثه. فقاعد بالمحل جاء واحد شاب قال لي عيني عندك سرة ليلى علوي؟ قال لي شنو؟ قال لي عندك سرة ليلى لاند كروزر قال لي عندك سرة ليلى؟ قال لي لا عندي شفقة محمود المليجي انا على هاي سيد رضا لا تخلص علينا ضحك. شنو ضحك؟ لك وحيده يلا لبنان بدال عم فيك احكي مثل حكي يوم بدأ طبيت على الاسواق قلت له العفو كيف معلم؟ ما هو هيك قال لك شعري بدي سجاير مالبورو. قال هاي شبيك رضا طارش ما تطلع عراق. لا وانا ببيروت بشارع الحمراء سكننا اكو اسواق بس الاسواق يبيع تعرف مخضر يبيع كل شيء. فكل ما اشتري عنده حاجه وقال لي ما بدك خسه على الخس خسه. قلت له لا مو خسه فد شويه. لا فديوم انا بطهران وقاعدين نحجز تعرف حجوزات سفر ويعني فقاعد انا منتظر يعني يعطوني الخبر الحجز قطار من طهران للمشهد. فقاعد انا طب شايب سلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قلت هذا عراقي ابنه. قال لي هذا عليوي طبعا شخصيه عليوي مال بيت الطيب. قال لي هسه بس احجز. هي طبعا انتاج قناه السومريه احسنت. قال لي بس احجز اقص وياك صوره متدرب شوي. طب راحتك حجي. هو الحج قلت لك كم متر صوره راحته. فاجى ديش قلت انا هسه غير يحكي وياهم بالايراني يعني. ايش قال لي هاي البنيه اللي قاعده؟ قالها باتشير قطار من طهران الى مشهد نفرين انا وابني بيش الساعه ينطلق. انا ضحكت قالت تضحك علي عليه وقلت له عمي كانت حجيت كله عراقي. هذا نفسه ابو شرود. عندنا ابو شرود كنا 24 ساعه صعد ابو شرود وين بالجيش قبل كله هذا اللف هذا المزبن هاي يلف يشرب 24 ساعه حتى الشاي حطه سواه هيك وقام يشرب بيه. المهم اجت الامم المتحده لك فوق ابو شرود يريد يحكي وياهم عود بس هو قالوا له شنو هاي المنطقه يعني عرفنا عليه هو يشرح لهم ابو شرود يقول لهم
احنا تشوف نشوف. فاو تشيب ابو الخشيب. هذا نفس ابو امير السليماني انا حاكيه طبعا. راحوا تسوقوا مشروب رادوا لبن. قال له اقول لك شلون نحكي بالاسواق؟ قال ما نحكي كردي. صدق كذب. طب الاسواق قال له اثنين ما استاو. قال له الله يطيح حظك هو بيقول اثنين لبن. طلع بالاسواق عربي. اي سعودي كل واحد اجى من الخارج وبالكليه طب للداخل. المنطقه شعبيه زين. فراح خطبها ابوها انطاها وهذه ورا اسبوع اخذ لها هديه وراح دق الباب طلع ابوها. قال له تفضل عمي. قال له عماني وجيت خطبت بنتك وجاب لها هديه. قال عم ما يصير عمي ما يجوز عندنا الا تعقد عليها. قال عم شنو عقاده؟ قال له عمي تعقد حتصير مرتك تصير رسميه طبعا علينا ما يصير بس خطوبه هاي بس قرأت الفاتحه. طلع برا ايش لقى واحد خطيه مسطور كلش اقول لك عمو هذا جيت عليه دا يقول لي الا تعقد. قال له يا عم عقد هذاك روح علي. دق الباب طلع له خلفه حتى اذا انا بيها جص. قال له تفضل عمي. قال له عمو عندي عقاده. قال له ايش قد بش قد؟ انا عبالي على حاضر غايب. قال له عمو 5 ب5. قال له يراد لك 4 شيل ما ناخذ. هذا كيلو هاي المرة هذا لا تفضل تفضل. لا وروح ما يصير مو علينا هو علينا استاذنا. لا احنا يعني لا انت تاج. لا استغفر الله. مرة بدها تتمشى بالسوق بدها تتسوق السوقت جابتها منها حطتها منها باوعت لقيت ابنها ماكو. ما ابي يمه ايه يمه وين القاق يجني الضلعي يا يمه يا يمه ماكو ابنها ماكو. شافت واحد خاله ما شفت ابني. قال خاله اذا ابن حلال يرد لك. قالت شاتاه ابني. راح الولد. لا طالب السوداني الله يرحمه. الله يرحمه. الف رحمه على روحه. اجى بالصيدليه فشافه بالصيدليه قال انت طالب السوداني الحشاش. خليني اسولف لك نكته. قال له سولف له نكته كلش بايخه ما ضحك طالب السوداني. ابو الصيدليه قال له صدق كذب عاد جا مني اضحك لي شوي. قال له ما قلت له اضحك لك قبل الاكل بعد الاكل. باق له بطه. ايه باق بطه. بطه وراكبه البطه. باق بطه. يا على كيفك سيد رضا لابس لك ربع شيل معنا. هذا ان شاء الله. ايه راح فدوله اخذت لها ما ادري شنو هذا جوعان اكلها بالليل شو رتبها ما ادري شنو. لا البطه قلنا بطه باقي البطه. قاعد الصبح هذا البيت اللي باقي من عند البطه طلع باوع عليه. هذا واقف بالباب ذاك طلع باوع عليه قال له صباح الخير. قال له يا بطه. ايوه ايه هاي اكبد واحد راح دا السوقه ما شاء الله زين مو مثل ذولاك العالم. لا العجال نص اني دازت لي اياه البارحه بالليل. صدق والله. طبعا راح اغسلان ليش؟ اليوميه شو اسمه هذا. هم شوف دافتر انا. ايه هاي اكو فد واحد راح يخطب وحده فقعد وياها قال له جد تريدين مهر؟ قالت له اريد 50 مليون. قال هي سندريلا مهرها قندره انت 50 مليون؟ قالت له عادي سندريلا اخذت امير بس انا راح اخذ قندره. حلو حلو هاي فد واحد بالانفجار بلي طار خشمه واصبعه. عجب. ما ادري هلا يدرون هلا اي مش حسب راح الله يرضى. زين راح للدكتور بلي قال له دكتور انا اريد خشمي واريد اصبعي ما لي دخل. كان يقول له شلون نردهن مكاني راد لك عمليه تجميل وفلوس. قال له مو مشكله ايش قد ما تريد. المهم طلع من العمليات لقى خشمه بدال صبعه بدال صبعه وصبعه هنا. راح ورا فتره قال له ها هم عندك مشكله؟ قال له دكتور شو السالفه كل ما اعطس الشحاطه تطير. هذا مناسبة انفجار. عبود زيارة ابنه يشتغل ضابط مال تفكيك سيارات مفخخة. اي خابره قال له يابا ابنك طقت علي سيارة. خابر على تشلوب خويا يا بني جنبي تشلوب. قال له خو ماكو شيء. قال له شغال بزهر يفتح سياره بها 40 كيلو تي ام تي وطقت عليه. قال له كل صار بيه شيء؟ قال له لا شويه صخام لاحق خدوده منهم ولك هو جابوا لك جابوا لك شيء. اي سعودي دول صديقي عنده كيلو ولا كيلو ما شفت كذبت. هذا يبالغ هواي عنده مبالغه يعني يكذب. فقال عجبنا صديقي بالنسبه يعني مبالغ يكذب؟ لا يا اختها على راس الكبير. فقال له يابا وجا عزمه طبوا بالاستقبال حط على بعد يخربونهم هذول معازيب اهل القريه. اكل وشرب على الراس وخاثر ولبن وخرب بالاكل. قال له شويه ضايقت. قال له تواليت وين؟
طلعه برا المضيف قال له هاي كلها الهيمه كلها لك، هندس ظلمه. هذا الابريجي جاء مشاله تقريبا مسافه، قعد يقول قعدت نفس كذاب، يقول نفس من اللي جاي، هي نفس طلع شنو بقباره من اللي جاي. عندي صديقي ابو مصطفى طبعا مو نكته، هو معاون مدير عام باحدى الوزارات، يقول انتهى الدوام وبابا بالممر شايب بس يمشي يروح ويجي. يقول طلعت له ها حجي تفضل، قال عمي شو تفضل؟ اريد اوقع المعامله مالتي ولا جريدي هنا. قال له انا اوقع له، قال له انت منو؟ قال له اقدم لك نفس الجريدي. طبعا يلا تمام. اللي مخط منه غني لا تمارة يلا ابو عندنا هاي اخير نكته. اكو واحد راح دا يخطب يعني وحده، فدق الباب راحوا اهلين وهم طلعوا له، قالوا له هاي وشاف البنيه عجبته حلوه تخبر، قال هاي قد مهره؟ قال قالوا له 4000 يعني $4000. قال بارحه جابوا لي وحده حامل ب2000. طبعا الوقت مر ويا نجومنا ويا جمهورنا العزيز، واكيد استمتع كل من يشاهدنا من خلال القناه السومريه برنامج اقفد 1 2 3، وان شاء الله راح نكون مستمرين وياكم حلقات اخرى ونجوم مع نجوم الفن والغناء وكل شيء، حتى شعراء، وان شاء الله عندنا افكار غير افكار ان شاء الله. اخير شيء اتمنى من رب العالمين ان شاء الله يحفظ العراق والعراقيين من كل شر، ويخلي هاي البسمه على وجه كل عراقي وعلى كل وجه انسان شريف يتمنى الخير للعراق وللعراقيين. اسمحوا لي ارحب مره اخرى بالفنان الكبير حافظ العيبي. شكرا للاستاذ حافظ. أنا أشكرك